سلام مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في قناة مطبخ الوصفات المنزلية، ومرحبا بالمتتبعين الجدد. اليوم مع وصفة سهلة تتوجد في 10 دقائق، حلوى اقتصادية صحية بدون سكر، اللي هي غريبة الكوكو السميدة اللي تيجي المذاق ديالها خطير بنكهة البرتقال. نبداو على بركة الله. في إناء تنوضع 2 بيضات، معلقة كبيرة عسل، قشور برتقالة محكوكة، كيس من سكر الفاني، نص كاس عصير البرتقال، نص كاس زيت، دائما الكاس بقياس العنبة، كيس من خميرة الحلويات، تنخلط العناصر حتى تنسجم جميع المكونات مع بعضياتها. من ينسجم الخليط غادي نضيف كاس كوك. تنفضلوا الكوك يكون من النوعية الجيدة باش ما ينشفش لينا العجينة، وباش نعرفوا ان الكوك من النوعية الجيدة تنضغطوا عليه باليد وتطلق الزيت ديالو. تنخلطو حتى تيدخل مع المكونات، وغادي نضيف السميده رقيقه بالتدريج حتى جيت هنايا 2 كيسان بقياس كاس العنبه. انا تنضيف السميده شويه بشويه وتنخلط باش نتحكم في القوام ديال العجين. مني دخلت السميده في العجين كيف قلت لكم احتاجيت 2 كيسان، وهذا هو القوام اللي خاص تكون عليه العجينه. دابا غادي ندوزو نشكلو العجين. درتها على شكل كويرات اللي فنتهم في الكوك او الكاوكاو مهرمش على حسب اللي متواجد ومتوفر عندكم. انا هنايا غادي نستعملهم بجوج باش ننوع في المنظر. تنبقى مستمره حتى نسالي الكميه اللي عندي. في هذه الاثناء غادي نشعل الفران على درجه حراره 180 باش يسخن لينا. منين ندخلها عاد غادي نقص عليها الحراره ونوصلها ل 150. كنصيحه باش تشقق لينا الغريبه غادي ندير العافيه من فوق منها حتى تتشقق مزيان، عاد ننزلها باش تحمر. راه ما تحتاجش وقت بزاف. دابا غادي ندخلها الفران. وهذه هي النتيجة اللي حصلنا عليها، حلوى اقتصادية صحية بدون سكر، تجي زوينة بزاف في المذاق والمنظر. بصحة وراحة. شكرا على المتابعة، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.